هنحضر شنطة السفر أخيرا هنسافر يا جماعة. أنا وزوجي العزيز قررنا نروح بوسان يومين، فقررت أحضر معاكم شنطة السفر عشان نشوف هناخد ايه لمدة يومين. طبعا أنا حضرت كل حاجة ورميتهم حواليا، يعني نفسي أبطل العشوائية دي. أول حاجة هاخد الترافل كيت بتاعت سكين او 4، فيها كلينزنج والسيرم وكلينزنج اويل والموسترايزر، فيها كل حاجه، وفيها السان كريم. هي حرفيا شامله كل حاجه، بس انا طبعا مش هاخد السان كريم ده، يعني انا في سان كريم هاخده كتير. وهاخد المايو بتاعي، وهاخد بيجامتين. احنا هننام ليلتين، فهاخد بيجامتين. انا متهيالي هستعمل هي بيجامه واحده بس، برضو يعني ايه محدش عارف. هاخد فستان على البحر، هاخد فستانين خروج. صراحه خدت قرار ان هو يبقى الفستان الاخضر والفستان الابيض، ده بحبهم قوي وحاساهم ان هما خارج يعني اماكن زي بوسان او احتياطي. هاخد الفستان ده، مش عارفه ممكن فستان يتوسخ، ممكن مودي ما يجيش على فستان، ف كده. طبعا ده فستان بحر بحبه قوي من السنه اللي فاتت، وانا بحب البسه على البحر جدا. ده كنت في ايفنت وادوني زي صابون عباره عن شامبو وبلسم وشاور جل. احنا نازلين في فندق، فان كيس ان احنا ما استعملناهوش، كل مره اخدها في سفرياتي وما استعملهمش. وطبعا احط سكين كير، مش هحط سكين كير اكتر من كده. وده تي شيرت كنت جايباه للبحر بينشف بسرعه، فهحطه برضو. فرشتين سنان بالمعجون بتاعهم، وزي العرق طبعا الكاميرا بتاعتي مش عايزه انساها. وبعد كده المفروض ايه تاني بقى، عماله افكر في الموضوع مش عارفه. ودي المفروض بتاع كده بتحطي فيها الموبايل، عشان الموبايل اخده معايا في الميه. وطبعا عوامة ادم زوجي ما بيعرفش يعوم، فانا جبت له عوامه. ونشوف بقى لو هناخد حاجه الصبح، زي مثلا الاسدال بتاعي او كده، ان شاء الله يكون على الصبح. فهي دي الشنطه، وقولوا لي انتوا لما بتسافروا المفروض تاخدوا معاكم ايه. بس كده، باي باي. ده غير مكياج طبعا، هاخده الصبح. اوعوا تنسوا المكياج ان شاء الله الصبح بقى.